مع انتهاء اعظم انمي اتعمل في العالم من وجهة نظري، اتاك اون تايتن الهجوم على العمالقة، نزل لنا عدد من الرابرز باغاني راب الانمي الخاصة بهجوم العمالقة. النهارده هنعمل ردة فعل على ماجنم ال وفؤاد في اغنيتين منفصلين. الاغنية الاولى هتكون من ماجنم ال راب هجوم العمالقة، والاغنية الثانية من فؤاد وهي الاغنية اللي انا متحمس لها اكتر حاجة، وهي اغنية نهاية انمي هجوم العمالقة. فما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب عشان تدعمني، دعمك مهم جدا ليا، علشان يمكن مش النهارده ولا بكره ولا الشهر اللي جاي ولا السنه اللي جايه اوصل اللي انا عايزه، ولكن انا متاكد ان انا هوصل. يلا بينا نخش على الفيديو. 小店新开，各位走过路过还请点个追番，拜托啦！陆光，你说句话呀！追番，拜托了。 زي ما قلت الاغنيه الاولى هي راب هجوم العمالقه من ماجنم ال، خلونا نسمع. تحاول تفكر مني تعدي، تكتشف مهارتي ما لا اي حد، المدرع يسرع يوقف جنبي، شعره من نبت بتشوفها تهتز، لا يمكن اغضب دايم مهدي، اي مكان ارعب الناس اللي فيه، المهمه الاصعب كما ان ارغب من اعلى السور بفكره ارميه، واقف جبل صامد امامهم كوني القائد اتحمل انا، شايف كل امالهم تضحياتهم موجوههم غرقه بحزن واسى، غايب ان البشريه تبقى مجهوله والسر ما يعرفوا حدا، والدائره تستمر قتل واذى وكل التضحيات راح تختفي هبا. اوكي واضح ان الراب خاص بايروين مش خاص بنهايه انمي هجوم العمالقه. هو بصراحه كاتب على الاغنيه راب هجوم العمالقه بس مش كاتب نهايه ولا ايروين، بس هو واضح ان هو راب ايروين. البيت مساعد جدا الاغنيه، كمان كلامه عن الاحداث اللي حصلت الخاصه بايروين حلو جدا، وعايز اشيد بالمونتاج. راح تختفي هبا، أسرة ملكية أمور مخفية ينقتل كل من يفكر بالقضية، خافوا إلا دل حياتي وهمية، سعي للحقيقة أكشفها بدي، متهم بالقتل متهم أيضا بالخيانة، لمراد ما يصلوا ذو العلم سلامة ما يعرفوا، وأكبر خطر بتفكيره ومكان دخل عليهم يتحكم، هل هذه هي النهاية؟ لأمني ما وصلت منايا لا يمكن قهري على الإطلاق، خطط لكل شيء منذ البداية، ما قر منكم ولا حتى من عملاق، قاد الجنود شجع الحشود وعاد الكل بالنصر مجهود، غايتكم دنيئة بوجوهكم الخبيثة، فجاء الدور تسمعوا مني الردود، لأني ما يهمني إن عرضوا أيدي كل كلمة مني نبذوها، من دخل عليهم مقيد وطلعوا هم الأصفاد يشيلوها، مهما درسوا مهما خططوا لها كل النوايا يحكوا يكشفوها، أمر القيادة للقائد الأعظم اتنحوا عنها انتوا واتركوها. هذا الطموح حلو قوي الكورس، عاجبني جدا، لايق على الاغنيه كلها لحد دلوقتي لطيفه حلوه جدا. وجود ثم علي الوقوف نجتاح السور فننصدم انا وجيشي، كل فرد فينا محجوز، اتخلى عن حلمي هدفي اتاكد هذا الامر من عندي محذوف، نحتاج العزيمه الساحه اجينا لنحقق النصر، اقتلهم وافوز، هذا الجيش كرس قلوب القوه بالداخل محفوره، حتى لو جتنا جيوش العمالقه تلقى العزيمه عاليه ومرفوعه، اخطاء القديمه امنع حدود، تأدي المكيده علينا خروج، مهما جربوا من طرق عديده خساره الفيلق منهم محذوفه، داخل اسوار مأسوره قتل ترجع الارض المسلوبه، اجنحه الحريه هي اللي تخلينا نحلق من الاعلى ونكسر قيود، ندم هذه المعركه انا اقودها، يموتوا ما خلي فيهم حدا، مهما الوضع شديد الخطوره تلقاني يا هادي واثق كل الخطى، بايا اياك تذهب انتظر مني الاشاره، قواك هي اللي تقدر بذكاء الوغد عليك اللي طاح، بمجرد اتصال منك الغاره راح تنهي امره فقودك جباره، كل العمالقه خضعت لنا شرحها قطعها الفيلق بنصاله، ابد ما ظن ان ذلك ضربه تساوي الاف المدافع، انتهى عملنا وكل املنا وايقد الجميع بانه هالك، دافع موجوده عندي ما اتلاشى، كل افكاري راح يجي بلاها، كلمته بالكل انتشر صداها، من اجل النصر ضحى بحياته. اوكي المونتاج عاجبني بجد، المونتاج
مونتاج عاجبني فعلا يعني، بصراحه بهني المونتاج جدا، بهني ماجنم ال. الاغنيه حلوه قوي. طبعا هي الاغنيه كلها خاصه بايروين. ويلا بينا نخش على الاغنيه الثانيه. الاغنيه الثانيه هي راب ايرين، اغنيه نهايه هجوم العمالقه من فؤاد. الاغنيه اللي انا متحمس لها جدا، خلونا نسمع. عندما تبدأ الاستماع لعملي هذا أريدك أن تنفصل عن العالم لبضع دقائق. كن في فقط أنت ومشاعرك وحزنك حاضرين. لا أريد حماسك ولا يهمني، فأنا لا آبه له اليوم فقد كنت مهموما يومها. أوكي، واضح أنه بعد ما اتفرج على الحلقة الأخيرة اللي بصراحة همتنا كلنا لأنها كانت حلقة صعبة، كانت حلقة حزينة، فواضح أنه كتب الأغنية بعديها على طول، فمتحمس. خلونا نسمع. توضيح: هذه الأغنية عبارة عن دمج راب والتراب ميوزك كأول تجربة في راب الانمي من هذا النوع، فربما لن تلقى بعض الأجزاء في الأغنية إعجابك لأنك تبحث عن الحماس والتطبيل، ولكن قلتها سلفا: حماسك لا يهمني، فأنا لا آبه له اليوم فقد كنت مهموما يومه. أنا الوحيد فوق الغير، عشت بالجنة بس جحيم، مالي أناني مالي لئيم، أنا المحارب الأخير أنا الأثيم. حريتي ثمنها غالي كلفتني حتى روحي، ويا ميكاسا أنت اخترتي تاخذي بإيدك روحي. ظلي نوحي تحت الشجرة مشاعرك بوحي، ومشاعرك ما لا معنى تحرق لي بقايا روحي. حاربت لأجل الجميع وما حدا حارب لأجلي، حاربت لأجل الخلاص ولحمي من خبثهم أصلي. أعرفت كل اللي جاي وكل شي صار ودمي يغلي، الإبادة للجميع قانون على الكوكب يسري، بفعالي ودمي ونصلي، عذاب وهجرة قصري، حرية حربي نصلي وبشلقهم باني أسس قصري. فهل شفت يا ترى بآخر النفق كل دم منك جرى ومنك انبثق؟ بعد الإبادة لا رجوع، لست آبة للدموع، أنا أساس هالألم بس أنا الموجوع. حلوة قوي، أنا أساس هالألم بس أنا الموجوع. حلوة حلوة حلوة. اللي متفرج على الانمي هيفهم، ولو ما اتفرجتش فانت حاسس بفايب كده حزينة. اختيار المشهد يا فؤاد روعة. تخيل معايا انت دلوقتي السبب في هلاك بشرية، والسبب في موت الطفل اللي انت شايفه قدامك اللي انت بتكلمه دلوقتي، انت السبب في موته. ده حاجة غصب عنك، بتتأسف له وبتموت من العياط وهو بيسألك انت بتتأسف لي ليه. جميع بس أنا الموجوع. لو في حل ثاني اعطوني للخلاص ارشدوني، انا اللي بكت عيوني من ذنوبي وعذبوني، سعيتوا لتوقفوني وما جيتوني بي حل، نسيتوا سنين طويلة كيف الحقد علينا حل. بالنهاية الكل غادر وانت تبقى لحالك، بالنهاية الكل غدر والخونة عبوا حياتك، اللي كبروا معاك عما يستنوا هلاكك، نفس اللي خلص عليك عما يبكي عام ماتك. اجمع شتاتك رمرم رفاتك، حربك كانت على العدا، ليش القاتلك رفقاتك قوي كنت دوم مثل حصون الممالك، انا اللي كنت بجنبك لما كنتي لحالك، اقسمت برب يا شباب يا شباب يا شباب. صعبة اختياره للكلمات مش طبيعية. انا اللي كنت جنبك لما كنت لحالك، ومين السبب في كانت على العدا، ليش القاتلك رفقاتك قوي كنت دوم مثل حصون الممالك، انا اللي كنت بجنبك لما كنتي لحالك، اقسمت برب العزة اني فرجيهم جحيم، اني اقتل اقتل فيهم ليكون الطفل يتيم، لما اقتل الجميع وبالدم يفوح النسيم، بالرحمة قلبي جاحد بالموت شافوني كريم، يا دهر عندك لي ثأر سأدركه، حتى ونابك في ضلعي ينتهش، لولا الشدائد لم يسمع بنا أحد، والسبع كالهر لولا الجوع والعطش.
生まれた時から俺のままだ。他人から自由を奪われるくらいなら俺はそいつから自由を奪う。俺は生まれた時からこうだった。生まれた時から。قالوا عني شيطان شر حمض العظيم نسيوا اني انسان شفت الظلم بالعين عندي مشاعر وذكرى وقلبي اسود حزين اللي يحبوك يواسوا انا يواسي لا صداقة ولا قريب فوق الأرض اسمع وحيد وحريتي ملها نصيب يرغب روحي عنها. اوكي، هي مش مسألة ممكن ما يعجبنيش عشان الحماس وكده، لا هي ممكن تتعمل احسن من كده. كأول تجربة مقبول، بس متهيألي ممكن تتعمل احسن من كده. انا فاهم ان المفروض ده تراب، بس زي ما تقول ممكن تتظبط الصوت، يتظبط اكتر مع الاوتو تيون، لان مش مظبوط، مفلت في حتت كتير. وكمان العرب او الريتم اللي هو ماشي بيه مش لايق على الاغنيه. ملها نصيب فقد تعذب حريتي بالارض ملها نصيب ملها نصيب. حسفات على هذيك. حسفات يعني ايه حسفات؟ اوكي، ما اعرفش دي يعني ايه اللغة، بس لو حد يعرف يعني ايه حسفات يا ريت يشرح لي. البلاد راح يطفي فيها النور لأن القاد وهواد ما راح تشوف السلام يدوم لأنه القادم ظلمات الحرب راح تبقى فينا لا حتى الممات. راح روح ويختفي نوري يبقى ينفاسي يا ثوري راح ألعب والفلن دوري بالله. راح ألعب والفلن دوري. في كلام بيتقال قوي، في كلام بيتقال قوي. فاسي يا ثوري راح ألعب والفلن دوري بالله ثوري. عملي المفضل ما فعلت قصة عظيمة قد كتبت قسما من أعظم ما رأيت تحفة للتاريخ قد بقيت. بالله كم عانيت بالله كم عانيت يا لا ملجأ لروحك يا حسافة. اوكي، يا حسافة دي زي خسارة كده، حد يصحح لي لو انا غلط. ملجأ ولا أحباب البيت بالله كم عانيت. وحدي أدافع عن جدار ليس لي، وحدي أدافع عن هواء ليس لي، ووحدي كنت وحدي عندما قاومت وحدي وحدة الروح الأخيرة. اوكي، الاغنيه خلصت، الاغنيه حلوه فعلا عجبتني. زي ما قلت الجزء اللي كان معمول تراب كان محتاج يتعمل احسن من كده شويه، او كان ممكن يتعمل احسن من كده شويه كاول تجربه للتراب مع الراب. زي ما قال هو حلو يعدي، زي ما نقول يعدي. و Attack on Titan في القلب، وإيرين في القلب هيفضل. ومتنساش لايك وشير وسبسكرايب. وده اللي كان عندنا النهارده. سلام.